سلام. هذا هو رشيد نكاز. انولد في عام 1972، فرنسي من أصول جزائرية. هو رجل أعمال وسياسي. درس التاريخ والفلسفة في جامعة السوربون في فرنسا. تخلى عن الجنسية الفرنسية وبقى على الجنسية الجزائرية طوعا وليس إكراه. ليش أقول لكم طوعا وليس إكراه؟ لأنكم تسمعون قصته الحين. يمكن أغلبنا يتذكر في عام 2011 فرنسا فرضت رسوم ومخالفات على النساء المنقبات. ايش كان دور رشيد نكاز تجاه هذه القضية؟ بعث خطابات لكافة مراكز الشرطة في فرنسا، شمال وجنوب وشرق وغرب فرنسا، يقول لهم اني انا متكفل بكافة المخالفات. وما اكتفى بس بفرنسا، حول على بلجيكا اللي كانت تنتهج نفس النهج بالمخالفات، وراح ودفع كل المخالفات اللي كانت هناك. وصلت قيمة وتكلفة المخالفات على رشيد نكاز اللي تكفل فيها أكثر من 1,000,000 يورو. التصرفات هذه خلت في موجة معارضة من الفرنسيين له، وكانت في وزيرة فرنسية حاطته في راسها، وكانت تبنبع وتطالب ان هذا الشخص لازم ينسجن. ومرة من المرات التقوا فيس تو فيس. ايش اللي صار في ذاك الموقف؟ اول شيء سواه قال لها سوي اللي يعجبك، وثاني شيء سواه طلع من الشنطة الشخصية حقته مجموعة مخالفات وكان يسددها قدام عينها. اخر شيء احب اقوله، اي شخص يحس ان هذا السناب مفيد ينشره ولا يخليه عنده عشان تعم الفائدة، لانه والله العظيم هذا هو الهدف من السناب.